السلام عليكم. تواصل الشائعات ملاحقة الفنان المغربي سعد المجرد القابع حاليا في أحد سجون فرنسا، وآخر هذه الإشاعات تدعي إقدامه على الانتحار وتدهور حالته الصحية بسبب الأزمة التي يمر بها، والتي أدت إلى إصابته باكتئاب حاد. يذكر أن نجم البوب المغربي المحبوب سعد المجرد يقبع داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن تمت إدانته من قبل محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة، وحكمت عليه ب6 سنوات في القضية التي تعود فصولها إلى 1 ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس. ونقلت صحيفة هيسبريس المغربية عن مصدر مطلع قوله إن الأخبار المروج لها بخصوص وضعية الفنان سعد المجرد مفبركة وعارية من الصحة، وأعرب عن استنكاره لمثل هذه التصرفات، خاصة في ظل الوضعية الحرجة التي يمر بها المجرد دون مراعاة الحالة النفسية لعائلته والمقربين منه.